حاسه ان حياتنا بقت كلها جري وسرعه، حتى الحاجات الصغيره بقينا بنعملها بسرعه عشان نلحق حاجه مش عارفين هي ايه اصلا. انا شخصيه بحب اعمل كل حاجه بالراحه واستمتع بيها. طول الاسبوع ببقى مضغوطه، فاليوم اللي عندي اجازه صراحه بصحى متاخر عادي. بصراحه صحيت متاخر الساعه 11، فطرت وشربنا الشاي وقعدنا على التلفزيون شويه، غيرت وتعطرت ورتبت سريري وقرات الورد، وبعدها هبدا اشوف يومي. خلصت شويه مذاكره كانت ورايا، وبعدين بدات اعمل الغدا. قبل ما اعمل الغدا في وسط اليوم عملت حمام زيت، استخدمت زيوت جذور بسيبه على شعري وبكمل شغلي او مذاكرتي. ودايما بفتكر ان الاهتمام بالنفس مش رفاهيه، هو راحه وبريك صغير وسط الزحمه بتاعت الدنيا دي. الاول ما كنتش بحب اطبخ وكنت بطبخ غصب عني، دلوقتي بقيت بحب اعمل الاكل بكل روقان وبستمتع بيه، وانا بعمله بيطلع طعمه احلى. بنات، انا كنت افشل واحده تعمل رز، النهارده عملت رز وسلطه وكفته، بجد في تحسن الحمد لله. اخر اليوم جه وقت المكافاه، خدت شاور دافي ووقت السيلف كير. واخيرا السيلف كير، وكمان ان احنا نكتب تو دو ليست وننظم يومنا، بتساعدنا ان احنا نعمل كل حاجه بالراحه من غير اي ضغط نفسي. وده كان يومي النهارده، سلام.